بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله رح نحضر معكم وصفة كتير مميزة لرمضان، تشيز كيك التمر. هذه الوصفة كتير خفيفة وسهلة وبتتحضر بدقايق، بتمنى إنها تنال إعجابكم. تابعوا معنا الفيديو للآخر. المكونات كالعادة حتلاقوني كتبت لكم إياها في صندوق الوصف. لوصفتنا لليوم إحنا محتاجين 150 جرام زبدة مذابة. أنا هان عندي الزبدة، رح أدوبها على نار متوسطة لحتى تصير عنا دافية. والآن رح أجهز البسكوت. إحنا محتاجين حوالي 200 جرام من بسكوت الديجستيف. فيك تستخدمي أي نوع بسكوت أنت بتحبيه، مثلا بسكوت اللوتس كمان بيمشي مع هذه الوصفة. الآن صارت عنا الزبدة جاهزة، وبأكد إنه إحنا لازم نضيفها دافية مش سخنة. رح نخلط البسكوت والزبدة مع بعض بالمكسر، وبعد هيك لما تجهز رح نوزعها في أي صينية متوفرة عندك. قوام البسكوت والزبدة لازم يكون طري، سهل إنك أنت تفرديه بأي أداة متوفرة عندك وتوزعيه جوا الصينية بالتساوي. وهيك صار البسكوت جاهز. رح ننتقل الآن للخطوة اللي بعدها. إحنا محتاجين علبتين قشطة تقريبا وزنهم 175 جرام، و15 حبة تمر رح نشيل النوى منهم، ومعلقة كبيرة نسكافيه. الآن شلنا كل تقريبا النوى من التمر. رح نبدأ بإضافة القشطة عليه. على التمر رح نضيف علبة قشطة واحدة في الأول، وبعدين النسكافيه. رح نخفقهم مع بعض، ولما يتجانسوا رح أرجع أضيف العلبة الثانية من القشطة. قوام مزيج التمر رح يكون كثيف نوعا ما، لكن سهل التوزيع. بعد ما تجهز معنا الطبقة الثانية رح نضيفها على البسكوت ونوزعها بشكل متساوي. والخطوة اللي وراها حندخلها الفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. من المهم جدا إنه نلتزم بمدة 10 دقايق، يعني لا نزيد ولا ننقص لحتى تعطينا أفضل نتيجة. الآن أنا بديت أوزع طبقة التمر بالتساوي فوق البسكوت زي ما أنتم شايفين. القوام طبعا سهل التوزيع وبنفس الوقت كثيف. والآن الصينية صارت جاهزة مشان تدخل الفرن. تعالوا الآن نستغل الوقت ونحضر الطبقة الثالثة. إحنا محتاجين علبة قشطة حوالي 170 جرام، وضفت كمان حليب مكثف محلى 180 جرام، و10 حبات جبنة كيري، ومعلقة كبيرة من النسكافيه. رح نمزجهم مع بعض، قوامهم حيكون لين. بعد ما تطلع الصينية من الفرن بعد 10 دقايق رح نضيف عليها الطبقة الثالثة، وحنرجع نخبزها لمدة 10 دقايق تانيين من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. بعد ما تطلع من الفرن حتكون متماسكة. رح نختبرها طبعا بالضغط عليها بأي أداة أو حتى بأصبع إيدك. والآن رح ندخلها في الثلاجة لمدة 2 ساعة كاملين، ونقطعها بالشكل اللي انتوا بتحبوا. بتمنى انه الوصفة تكون نالت إعجابكم. دعمكم وتشجيعكم هو محل تقدير كبير. دمتم بحفظ الله ورعايته. وجئت إليك لا أدري أتقبل بي بعلاتي، قصدت الباب أطرقه فلم تسأل من الآتي، وجئت إلي في لطف يهدهد روعي العاتي.